السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقول صاحبة القصة: أنا امرأة متزوجة، عندي أولاد وبنات، وحياتي طبيعية وراضية بما قسم الله سبحانه وتعالى. لكن رزقنا كان قليلا، وزوجي كان يعمل في شغل متقطع منذ سنوات، والحمد لله بالكاد كنا نكفي حالنا. ما في أحد ما يتمنى أن يكون وضعه المادي ممتازا، وما في أحد ما يتمنى أن أولاده يتعلمون ويدرسون، وأن تكون بناته لهن حياة مثل باقي البنات. طبعا كل هذه الأمور لم تكن متوفرة في حياتنا بسبب أحوالنا المادية. زوجي كان راضيا بالوضع، لكن أنا لم أكن راضية، وليس معنى ذلك أنني معترضة على حكم الله، لا والله، أنا مؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى، وأعلم أن ربي كتب لنا كل شيء، وأن المكتوب لا بد أن نراه. لكن كنت مؤمنة إيمانا كاملا بأن ربي قادر أن يغير أحوالنا ويبدلها في لمح البصر. المهم، كنت أتمنى أن يكون عندي بيت مرتب، بيت أثاثه جميل وأكون مرتاحة فيه نفسيا، لأن البيت الذي كنت فيه والله لم أكن مرتاحة فيه. الجيران مزعجون، والموقع سيء، والخدمات فيه سيئة، والبيت قديم، وفي فصل الشتاء كنا نتعذب فيه بدرجة كبيرة. ماذا أقول لكم؟ الله هو الذي ساترنا. فكنت مثل أي امرأة أحب أن يكون لي بيت، وأحب أن يكون لي شيء مثل باقي الناس، شيء أرتاح فيه، وأنا أعتبر هذه الأمور بسيطة، وأعرف أن ربي قادر أن يحققها. كان زوجي يقول لي: من أين سآتي بهذه الطلبات التي تطلبينها؟ ماذا أفعل؟ هل أجد كنزا أو أربح المليون؟ فكنت أقول له: والله ربي قادر أن يعطينا بدون أن تسخر مني أو تقولي كلاما من باب الاستهزاء. فكان يقول لي: خليكي احلمي، وخليكي على هذا الحال، روحي شوفي لك شغلة تشتغلي فيها، واهتمي بأولادك ودرسيهم بدل الأحلام الفارغة والشغلات التي لا تطعمني خبزا. ما معنى أن أحلم وأتأمل بالله وأطلب من الله أن يعطيني هذه الأشياء؟ لكنني لم أكن أسمع كلامه. بصراحة كنت أشعر أن ربي سيعطيني، لكنني لا أعرف متى، ولا أعرف الوقت الذي سيتغير فيه حالي. المهم عندي أن حياتي ستتغير، وطبعا إلى ذلك الوقت كانت هذه الأمور مجرد أفكار تخطر على بالي، لكنني لم أرى شيئا على أرض الواقع، ومع ذلك بقيت مستمرة في الحلم والتأمل بالله بالخير. كان ذلك في فترة الصيف تقريبا قبل 3 سنوات. في تلك الفترة كانت أوضاع الناس صعبة، والناس كانت تشكو، والحياة كانت متوقفة بسبب الظروف التي مر بها العالم كله. كان شهر رمضان، والناس لا تعمل، ولا أحد يستطيع أن يخرج للعمل أو يتحرك إلا من كان لديه راتب أو دخل ثابت، فهو الذي كانت أموره ماشية. أما الذي لا يعمل فكانت حالته صعبة جدا. في تلك الفترة كنا محتاجين ثمن خبز، ولم يكن معي ثمن هذا الخبز، وزوجي كما قلت لكم كان دخله قليلا. الناس بالكاد كانت تطعم نفسها، وكل الناس تقريبا الذين نعرفهم كانوا في وضع يشبه وضعنا. وفي ذلك اليوم كان أولادي جوعانين. ماذا أقول لكم عن الحالة التي كنا فيها؟ لم يكن عندي طحين ولا أي شيء في البيت كان فارغا. تذكرت الاستغفار، وأنه لتفريج الهم وزوال الغم، وأن الله يرزق من حيث لا يحتسب للإنسان، والناس التي تلتزم بالاستغفار ربي يرزقها من غير مجهود كبير. في ذلك اليوم بالذات أمسكت الذكرى وبدأت أقول: أستغفر الله وأتوب إليه، من أول النهار إلى بعد الظهر، تقريبا من الساعة 8 إلى الساعة 2 وأنا أردد أستغفر الله. أخلص وأتوضأ وأصلي وأقوم من صلاتي وأرجع أردد أستغفر الله. ومثل ما قلت لكم، البيت لم يكن فيه أي شيء. وصلت الساعة 2 ودخلنا على أذان العصر، وإذا بشخص يطرق الباب. طبعا نحن لم نكن معتادين على استقبال أحد، لأنه كان من الصعب جدا أن يتواصل الناس في تلك الفترة، وكانت هناك ظروف تمنع الناس من الاجتماع والزيارات. فتحنا الباب، وإذا بشخص يقول لنا: خذوا هذا الكيس وسكروا الباب.
أخذنا الكيس وكان مغلقا ولم نكن نعرف ماذا يوجد بداخله. فتحنا الكيس وإذا فيه معلبات ومونة وأرز والسكر وكل الأشياء المطلوبة للبيت كانت موجودة فيه. وكذلك وجدنا داخل الكيس مغلفا فيه مبلغ من المال. والله هذا المبلغ كان يكفينا شهرا وزيادة. أنا بكيت بحرقة. قلت سبحان الله، أنا التزمت بالاستغفار لساعات ورزقني الله، فكيف لو التزمت به بأعداد كبيرة ولفترة طويلة؟ ماذا سيحدث في حياتي؟ ومن يومها دخل اليقين إلى قلبي أن الاستغفار سيغير حياتي وأنني سأحصل على الأشياء التي أريدها. وطبعا زوجي لأول مرة شعرت أنه اقتنع بكلامي وأنه فعلا ربي سيغير حياتنا. وبناتي بعد أن سمعنا هذا الشيء ورأيناه بأعينهن وأن الاستغفار له نتائج عجيبة أصبحنا يستغفرن معي. كنت أمضي وقتي أنا وبناتي وأولادي في الاستغفار. والله لم تمر 3 أيام إلا واتصل شخص بزوجي وقال له: أنا وضعت لك أمانة في البقالة الفلانية، اذهب وخذها. طبعا زوجي كان يعتقد أننا سنجد شيئا أو سيكون هناك كيس أو مواد تموينية أو أشياء يحتاجها أهل البيت، لكن المفاجأة كانت مبلغا من المال وكان أكثر من المبلغ السابق. زوجي لم يصدق هذا الشيء، ومن فرحته ماذا أقول لكم، نسي هاتفه عند صاحب البقالة ورجع إلى البيت وهو يحمل المبلغ بيده. قلت له: من أين لك هذا؟ فقال لي: الشخص الذي اتصل بي هو الذي وضع هذا المبلغ عند صاحب البقالة، وقال لي أيضا إنه بعد أسبوعين سيكون هناك مبلغ مثله. فقلت: لماذا نحن من دون الناس؟ لماذا نحن من دون العالم الذي يعيش ظروفا مثل ظروفنا؟ أخواتي أزواجهن كانوا يعملون، لكن في تلك الفترة كان العمل متوقفا والحياة متوقفة ولا أحد يعمل، والناس حالها في الويل. وسبحان الله، استلمنا مبلغا من المال يكفينا لأشهر طويلة وعلى 3 فترات في نفس الشهر، ببركة ذكر أستغفر الله وأتوب إليه من أول النهار إلى آخر النهار. وكنت لا أعرف العدد، لكنني أعرف أنني كنت ملتزمة به لساعات طويلة، وكان حلقي يجف وأنا أردد أستغفر الله وأتوب إليه. وكذلك أولادي كانوا ملتزمين معي بهذا الذكر العظيم الذي غير حياتي 180 درجة. والحمد لله مرت تلك الفترة على خير، وعادت الأوضاع إلى طبيعتها، ورجع الناس إلى أشغالهم وأعمالهم، وفتحت المؤسسات وفتحت الدنيا كلها، ورجع الجميع إلى شغله. وطبعا الناس التي لديها شغل ثابت ودخل مستمر، وليس الناس الذين كانت حالتهم مثل حالتنا. وكما قلت لكم، زوجي كان شغله متقطعا وليس لديه شغل ثابت. والله من يومها لم أترك ذكر أستغفر الله وأتوب إليه، لكن هذه المرة بأعداد معقولة. كنت ألتزم به 2 و3 ساعات، وأولادي كانوا يرددون معي هذا الذكر بعد كل صلاة. أصبح البيت كله على لسانه ذكر أستغفر الله. بعد هذه الفترة التي مرت، سبحان الله، ربي رزق زوجي بشغل في إحدى الشركات. طبعا شغل بسيط، يعني سائقا يوصل طلبات ويجلب طلبات. والحمد لله، ماذا أقول لكم، هذا الشغل كان فيه ضمان وتأمين والراتب ممتاز، الحمد لله على كل حال. وغير ذلك كان مونة البيت ومستلزمات البيت كلها على حساب هذه الشركة، ولا نشتري أي شيء من الخارج، وأنا أعتبر هذا فضلا وكرما من الله سبحانه وتعالى. 3 سنوات وأنا لم أترك ذكر الاستغفار، ولا يوم مر خلال هذه السنوات 3 إلا وكنت أردد هذا الذكر بأعداد كبيرة. هل تعرفون ماذا حصل؟ الحمد لله يا رب، لك الحمد. نقلت إلى بيت آخر، وأسست البيت بأثاث جديدة، وغيرت المطبخ بالكامل. أما الأجهزة الكهربائية التي كانت عندي فكانت معظمها من أخواتي. أي واحدة تتجدد عندها أشياء في بيتها كانت تعطيني الأشياء القديمة، الثلاجة والغسالة والتلفزيون والمروحة وكل هذه الأشياء. والله الناس كانت تتحسن علينا بها، لكن سبحان الله، ربي كتب لي أن أشتري هذه الأشياء الجديدة بكرتونتها.
ماذا أقول لكم؟ بدل ما كنت أستلف من أخواتي أصبحن يستلفن مني. بناتي يلبسن أحسن اللباس وأولادي يلبسون أحسن اللباس، ونخرج وننزل وحياتنا تغيرت. أنا أعتبر حالي غنية، وأعتبر أنني أملك شيئا كبيرا. الحمد لله، أملك الاستغفار. ربي أعطاني كنزا عظيما كنت غافلة عنه. وأبشركم، قبل شهرين زوجي اشترى سيارة وبدأ يعمل عليها عملا مسائيا، والحمد لله. هناك فرق شاسع في حياتنا. بدل الشغل شغلتان، وبدل الوظيفة وظيفتان، ورزق يأتينا من كل مكان، فرح وسرور وراحة وطمأنينة ويقين. هذا ما أقول لكم عن الاستغفار، غير أنه غير حياتي بالكامل. والله يوميا أعيد شريط حياتي وأعيد ذكرياتي، وأقول يا رب، معقول أنا أصبحت هكذا؟ معقول يا رب أن الأشياء التي كنت أتمنى حدوثها أصبحت حقيقة خلال 3 سنوات؟ الحمد لله، ربي قادر على كل شيء. يوميا أبكي من الحياة التي أعيشها. فعلا ربي قريب، فلا تبخلوا على أنفسكم بالدعاء. اطلبوا وتمنوا واحلموا. الله عنده خير كثير، وعنده خزائن كثيرة، وعنده خير لا ينفذ. اطلبوا من الله المستحيل، فرب المستحيل قادر أن يغير حياتكم في لمح البصر. والحمد لله، أنا من الناس الذين عاشوا مع ذكر الاستغفار، وربي أكرمني آخر كرم. الحمد لله على كل حال. هذه قصتي مع أستغفر الله وأتوب إليه. كنت أرددها بأعداد كبيرة إلى أن أشعر بالتعب، فهذه ليست تعبا، هذه راحة.